خامس تيجي سويسرا بعدد سكان 9 مليون نسمة، ومتوسط عمر المواطن السويسري حوالي 83 سنة و9 من عشرة. في المركز الرابع تيجي دولة ليشنشتاين بعدد سكان حوالي 40,000 نسمة، ومتوسط عمر المواطن في ليشنشتاين حوالي 84 سنة ونص. في المركز الثالث تيجي دولة اليابان بعدد سكان حوالي 123 مليون نسمة، ومتوسط عمر المواطن الياباني حوالي 84 سنة و6 من عشرة. والجدير بالذكر بقى ان الناس في اليابان ممكن تموت من الملل اكتر من الامراض الصحية. في المركز الثاني تيجي دولة اسمها ماكاو بعدد سكان 700,000 نسمة، ومتوسط عمر المواطن هناك حوالي 85 سنة ونص. في المركز الأول تيجي مدينة هونج كونج الرائدة في كل شيء حتى متوسط الأعمار، وعدد سكان هونج كونج بيوصل ل 7.5 مليون نسمة تقريبا، ومتوسط عمر المواطن في هونج كونج هو الأعلى في العالم حوالي 85 سنة و7 من عشرة. والبيانات دي كلها بقى طبقا لموقع worlddata.info. وكالعادة عندي سؤال متوقع جدا في نهاية الفيديو، يا ترى متوسط الأعمار بالنسبة للمواطن المصري وصل لكام سنة؟ ومصر أصلا واخدة المركز الكام في التصنيف ده؟ يا ريت تشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم في الكومنتات. ولو كملت الفيديو لحد هنا فشكرا جزيلا ليك. سلام عليكم.